ايات خدمه تمر كل واحد يقول يمشي عندك ايات خدمه. اقول ايات خدمه رددوها الكثيرين، كم واحد اللي جاك يمشي رماها، كلمه تزاحم في صدور الملايين، يا كثر منه قالها ما حماها ومن قالها، لو تطلبون براهين ضقت عليه بزوجها معسماها، الا كبار السن عنها حشيمين، اللي على الصلاه عاشت اجماها. اليوم حنا في زمان القوانين والبرمجه وعلوم صدريه كماها، وكلش يهون الا دموع المحبين، عاداتنا سير التطور طماها، راحوا على الصمره وملح الميادين، عون الضعيف يلتجى في حماها، وجانا زمان البهرجه والوراعين، الله يقطعها ويقطع نماها. شفتهم تقول ما هم بسيطين، ولو قلت فزعه ما تفور دماها، اغلب سوالفهم ليا مضامين، ولا تقطع حلوق العطش من ضماها، وما دام باقي ناس ما هم مطيعين خلي المهبه تدرج في سماها. سلامتك. سلمت بيض الله وجهك. إلى الآن نصل إلى انتهاء الحفل الشعري الخطابي، وسيستمر الحفل إن شاء الله بعد العشاء بمحاورة شعرية ومجموعة من الشعرات مع أبو تركي سناني. كما سيحيي حفل المحاورة الشاعر هندي القاضي، والشاعر سعد الهبيشي، والشاعر سالم الحافظي، والشاعر جبر الزباني، والشاعر مقبل العنزي، والشاعر سالم الزايدي، كما يتمنون عدم مشاركة أحد من الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.